إلا قدر الله كانت حرب بين المغرب والجزائر، الجزائر ما تقدر تضل المغرب بأي حاجة، يعني جميع التدخلات والمقاتلات والصواريخ وحتى الطائرات ما غتقدرش تدوز الجدار العازل بين المغرب والجزائر. المغرب شحال يصمد أمام الجزائر؟ المغرب شحال يقدر يصمد المغرب أمام الجيش الجزائري؟ أقسم لكم بالله العلي العظيم يا الجيش المغربي لن يستطيع الصمود أمام الجزائر 24 ساعة. 24 ساعة، ما نقولوش 10 سوايع، 24 ساعة. الجيش الجزائري يبلع الجيش المغربي. ديجا على بالك باللي احنا منتصرين عليهم سيكولوجيا. وجيش حامل حماية، يعني معروفة أن الجزائر اللي كان استقرارها ما تمسش، لأن الجيش قوي. جيش قوي، ما فيه واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر. هكذا قيل رسميا. هكذا قيل رسميا. ولكن للبيت رب يحميه. احنا لحمنا مر ما لا يتاكل. طيب نقول لك القذائف الأولى التي سيطلقها الجيش الجزائري باتجاه المغرب هروب، ما يقدروش يواجهوا، انسحاب عنيف. صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا. سلوي كي مشاش نروح، اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. الجزائر عسكريا كانت متفوقة على المغرب، حيث المغرب كان مركز في بناء البنية التحتية والنمو الاقتصادي، عكس الجزائر اللي كانت مركزة 90% على التجنيد والتسليح وشراء الأسلحة. ولكن ابتداء من سنة 2020 من بعد ما الجزائر سنت اتفاقيات عسكرية مع إيران، المغرب عرف أن الفرس إيران بغاو يتوغلوا في إفريقيا، ولهذا في سنة 2021 المغرب دار طفرة عسكري. انه ميليشيا حزب الله اللبنانية الإيرانية وفد منها يزور الجزائر ويلتقي بضباط من الحرس الثوري الإرهابي في الجزائر. فالحقيقة يعني إذا كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتقد التطبيع وشايل قصة يعني هاي الشعارات تبعت إسرائيل وما إسرائيل وغير ذلك، هذا الشيء بيخصه. لكن التطبيع كمان مع إيران جريمة يا سي تبون. يعني إذا كان الرئيس عبد المجيد تبون بس بينتقد التطبيع مع إسرائيل أو إسرائيل، فترى إسرائيل محتلة بلد عربي ومحتلة أرضين لدولتين عربيتين أخرتين، يعني سوريا ولبنان إذا صح التعبير. ترى إيران محتلة 5 بلدان عربية، 5 بلدان، الأحواز عد على إيدك، اليمن، لبنان، سوريا، العراق، وإذا بدك كمان الجزر الإماراتية. فإيران كمان بلد محتل. فترى التطبيع مع إيران وسخ مثل التطبيع مع إسرائيل إذا اعتبرت التطبيع وسخ يا سي تبون. أكبر تحول تسلحي في المملكة، بدا يركز بشكل كبير في التسليح وفي تجديد جاهزية الجيش وشراء ترسانة تكنولوجية جديدة، وضاعف العسكرية ديالو. فمثلا سنة 2020 المغرب شرى في نفس السنة وصيفط في نفس السنة جامع طائرة F-16 اللي عنده، حوالي 58 طائرة لأمريكا باش يتم التجديد ديالها من F-16 ل F-16 فايبر. استعدادا لاستقبال طائرات مقاتلة من طراز F-16 المحدثة، يعتزم المغرب تحديث قواعده العسكرية الجوية بقيمة 4 مليارات دولار. موقع ديفنس نيوز المتخصص في المجال العسكري قال إن المغرب شرع في تحديث قاعدتين رئيسيتين للقوات المسلحة الملكية من أجل استقبال طائرات من طراز F-16 بلوك 72 التي طلبها في عام 2019. خصصت المملكة المغربية ما يناهز 4 مليارات و700 مليون دولار لشراء طائرات الجيل الجديد، حيث ستسلم أولى الطائرات في عام 2024. وهنا غيكون المغرب أول دولة إفريقية عندها هذا النوع من الطائرات. كذلك اقتنت 28 مروحية أباتشي التكنولوجية، وهي آخر وأحسن مروحية في إفريقيا، والواحد اللي عنده هو المغرب. بطارية الدفاع الجوي، فالمغرب شرى أقوى نظام دفاع جوي في العالم اللي هو نظام الباتريوت الأمريكي، اللي رفضت أمريكا تعطيه لمصر والسعودية وجل الدول العربية. رشيمات الصواريخ الأكثر فعالية لحد الآن واللي كاينة عند الجيش الصيني شراها المغرب سنة 2021 واللي هي سكاي دراغون 50 وراجمات الصواريخ HQ B9 اللي يمكن لها تطلق 72 صاروخ اللي المدى ديالو أكثر من 150 كيلومتر في دقة واحدة. السؤال اللي عندك دابا،
هذا الشيء كامل كاين واعر، وكاين حتى الجيش الجزائري عنده الثقل ديالو والاسلحه ديالو. قبل ما نكمل شنو غتخسر الا عاونت خوك المارشال بواحد متابعه وابوني الصفحه وواحد جيم. الجيش الجزائري 90% من الاسلحه والترسانه اللي عنده من روسيا، من الجيش الروسي، واللي كنعرفوا كاملين ان روسيا داخله دابا في حرب مع اوكرانيا، وهي براسها كتعاني من نقص في الاسلحه ونقص في العده والعتاد. دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة لتوفير مزيد من الأموال لإنتاج الأسلحة أعادت إلى الواجهة ما نقلته تقارير غربية عن نقص حاد في الأسلحة والذخيرة تعانيه القوات الروسية في أوكرانيا. ترجع تقارير غربية ذلك إلى دخول النظام الصاروخي الأمريكي عالي الحركة هيمارس وكذا النظام البريطاني MLRS إلى المعركة، وتوضح أن مدى هذه الأسلحة الغربية الطويل مكن من ضرب مخازن القوات الروسية وراء خطوطها وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة. تقرير للبنتاغون الأمريكي ذكر أن الجيش الروسي فقد 4000 من الأسلحة المدرعة. وذكر تقرير للاستخبارات البريطانية أنه أمام الخسائر الكبيرة اضطر الجيش الروسي إلى العودة لاستخدام دبابات قديمة من نوع T-62 بدل الدبابات الحديثة من نوع T-72 و T-80. كما ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن روسيا اشترت آلاف القذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية، واشترت طائرات مسيرة من إيران، وهذا ما نفته السلطات الروسية. ويرى خبراء غربيون أن روسيا تعاني من نقص حاد في الصواريخ الموجهة الحديثة، ما يمكن نظام الدفاع الجوي الأوكراني حتى الآن من منع الطائرات الروسية من شن غارات في أغلب تراب أوكرانيا. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن العقوبات قد تعوق إنتاج روسيا أسلحة متطورة الآن. فحسب المعهد الملكي للخدمات المتحدة عثر على 450 مكونا غربيا في الأسلحة الروسية التي غنمتها أوكرانيا، منها رقائق إلكترونية وغيرها. وروسيا حسب المعهد لا تستطيع الحصول على هذه المكونات الآن. من صواريخ وطائرات ودبابات وجنود. لكن غتقول لي راه الجزائر عندها مخزون من الأسلحة كأي دولة. كيفاش الجيش الجزائري مغاديش يقد يفوت الحدود ديالو وحدو حد الجدار العازل؟ الجواب هو الاتفاقية العسكرية الكبرى بين المغرب وإسرائيل اللي خلات المغرب يتزود بنظام باراك ونظام القبة الحديدية وحتى نظام الليزر، وهادو كاملين أنظمة دفاعية. يعني أي صاروخ كروز أو كاليبر او اي صاروخ من الجيش الجزائري غيلقى النهايه ديالو قبل ما يوصل للجدار العازل. اما التوغل طائرات السوخوي 30 والسوخوي 53 والدبابات فمستحيل في ظل تواجد الدرونات اللي عطاهم المغرب لاسرائيل، كدرون هاروب اللي ممكن يقتل اي نظام دفاع جوي بحال الاس 300 والاس 400 بدون الرصد ديالو، ودرونات اخرى خارقه بمعنى الكلمه دخلت للجيش المغربي. وهذا السبب في الجزائر وبكل حياد مستحيل تتوغل ولو شبر من الاراضي المغربيه. رئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر، قلت له يا ريس انت مصر عملت لك كتير، انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني. قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله انهم حاطط قوات داخل ارض الجزائر اللي هي مشكله لحد دلوقتي بس خفت حدتها لزاري. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن. ورحت للملك الحسن اتكلمت معاه، قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدود الجزائر، دخلوا في الارض في الصحراء. تنيت رايق جاي من هنا واكلم ده واكلم ده، لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات، انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين، يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح يتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي تطلعوا. قال لي يعني ابقى مهزوم؟ قلت له لا، هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر. ده بعد نقاش حوالي كذا يوم وكنا ودينا قلنا الوزراء الخارجيه. بس انت ان حضرتك ما كنتش ولا بتستفز من طرف ولا تبين انك مع طرف، انك محايد مع الطرفين. ايزي قوي. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وما عندكش كذا. اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ اتفضل. الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب واعمل ايه؟ قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجوا وما عنديش مشكله، ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا ومعداته هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن
تعبنا الله يرحمه الملك الحسن، قعدنا 4 صباحا لما وافق، وبعت لهم قلت له موافق، وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشيت. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بيني وبينه ود بقى، كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص، مش هجيب سيره الجزائري. وانبسط بمدين. نتمنى خوتنا في الجزائر يتقبلوا هذه الحقيقه، ونحن اخوه ان شاء الله لن تكون حرب.